مساء الخير، مساء السعادة، مساء الفرح، مساء الهنا، مساء كل حاجة حلوة على عيونكم أجمل متابعين. النهاردة بقى بدأنا بروتين كده بسيط، هو يعتبر مش روتين بس اليوم بتاعنا الطبيعي، اليوم اللي احنا أول ما بنصحى كده من النوم بنشوف اللي ورانا ايه، إن كان نشير، إن كان مواعين، إن كان طبيخ، إن كان ترويق، هكذا. فحبيت معاكم ابدا يومي كده معاكم بنشير. اول حاجه انشر الغسيل كده زي ما احنا شايفين. كان عندي حاطه في الغساله، طلعتها كده وبدات ان انا انشرها. يا رب تعودي الايام عليكم بخير، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه الشهر الكريم شهر رمضان. يا رب تعودي الايام كلها علينا وعلى العالم كله اجمعين، وارفع عنا يا رب البلاء والغلاء والفنا وكل حاجه وحشه، يا رب ارفعها عنا عن العالم كله اجمعين ان شاء الله. هنا بدأنا زي ما احنا شايفين كده. اول حاجة نشرت الغسيل، بعد كده كان عندي مواعين، دخلت غسلتها كده زي ما احنا شايفين. انا عندي صابون وخل، انا ساعات بحط الصابون وخل وكرور، وساعات بحط لو مش عندي كرور ساعات بحط خل بس. فالخل برضو بيطهر المواعين وينضفها وبيخلي ريحتها حلوة وجميلة. هنا بدأت معايا كده زي ما احنا شايفين. طبعا نغسل المواعين كلها وخلصها. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش دعوة حلوة منك وكومنت، وتقولي لي بتتابعيني منين. اي حد بيتفرج عليا يخش يكتب هو بيتابعني منين ويقول لي اسمه، علشان الفيديو اللي جاي انزل وارحب بيه في القناة عندنا. قناة طبعا اجمل عيلة واحلى اخوات في الدنيا. وبشكر طبعا كل اللي بيخش يعلق على التعليقات بتاعة الروتينات بتاعة مارينا. بشكره جدا وبرحب بالناس الحلوة الجميلة الجديدة اللي دخلت القناة، اللي من السعودية ومن المغرب. بشكرهم كتير واهلا وسهلا في عيلتنا الصغيرة. وان شاء الله هنكبر بيكم اجمل عيلة واحلى عيلة بجد. بطلع افضفض معاهم واطلع اتكلم معاهم واطلع ابدأ كده يومي الحلو بيهم. بس كده. هنا بقى هخلص بقى المواعين كلها زي ما احنا شايفين. طبعا هنا انا بحب اشطف المواعين كده اول ما اطلعها من الحوض، وابدا ان انا اغسلها على نظافه، وبعد كده بغسل الالمونيا بتاعتي وبلمها وبخليها فله كده شمعة منوره زي ما احنا شايفين اهو. كده خلاص انا يعني خلصت المواعين كده بسرعه، وبعد كده ببدا بقى على الغدا بتاعنا. هنا بقى طبعا سايباكم مع صوت الميه بقى كده، وان انا بصف المواعين. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش دعوة حلوة منك، كومنت حلو منك، وتقولي لي بتتابعيني منين. واهم حاجة اللايك، علشان اللايك بيرفع الفيديو اجمل عيلة واحلى اخوات في الدنيا. انا طبعا انا بحط كده الرز وبرميه.
كده بقى دي اخر حاجة الصينية، وبعد كده هغسل المعالق. وهتشوفوا طبعا الصينية غسلتها خليتها ايه بتبرق كده. انا بحب غسيل المواعين قوي على فكرة. شايفة بقى ايه الخل مع الصابون بجد بيخلي كمان المواعين كده بتبرق. الحمد لله بفضل ربنا، يعني الحمد لله مواعين كلها الألمونيا زي كده، ما تلاقيش فيها لسلسة ولا تلاقي فيها دهون ولا اي حاجة خالص. الحمد لله اول باول بنضفها زي ما احنا شايفين كده. شايفين تبرق، خليتها بتلمع كده. كده خلاص اهو. بنضف كمان الحوض قدامي اول باول كده يبقى نضيف. كده خلاص خلصت كده. هغسل طبعا الاشاني، حته الاشاني اللي ورا الحنفيه بتاعه الحوض والحوض، وهتشوفوا بيلمع قد ايه. وبعد كده بقى هبدأ اخش بقى على الغدا. هنعمل لهم غدا سريع. بنتي طلبت الاكله دي مني طبعا رغم غلاء الاسعار ورغم الدنيا غاليه والعيشه غاليه كده، بس انا من النوع او الامهات كلها من النوع اللي يعيلها اول ما تطلب منها حاجه حتى لو الحاجه غاليه ما بتقدرش تتاخر عليها. لو في امكانها طبعا ان هي تجيب او تشتري الحاجه ديت بتشتريها ان شاء الله. حتى لو حاجه قليله، مش شرط ان هي تشتري مثلا كميه كبيره مثلا او كيلو او كذا، لا لو حاجة قليلة بس بتعمل لعيلها طلبوا منها او نفسه ان هو ياكله بس. فانا الاكلة دي طلبتها مني بنتي طبعا، فنزلت جبت لها الحاجة وعملتها لها زي ما احنا هنشوف كده في الفيديو. طبعا كده غسلت اهم حاجة المواعين ونضفت الحوض ونضفت الدنيا قدامي علشان اول ما ابدأ في الغدا بتاعي تبقى الحاجة كلها قدامي نظيفة ومفيش مواعين ومفيش حاجة. شايفين الخل بقى بيعمل ايه في الحوض بجد، بيخليه يلمع كده زي ما احنا شايفين. ونشفت كده المية مكان او كده. لو وصلت لحد هنا علشان خاطر ربنا ما تنسوش اللايك، اهم حاجة اللايك بجد علشان بيفرق قوي في الفيديو. بس كده وهرجع كل حاجة مكانها. واشطف كمان البتاع بتاعت الصابون، ازازة الصابون. وعاوزة اقول لكم يا بنات بجد يا بنات انا عاملة خلطة الصابون في البيت تحفة تحفة تحفة. ان شاء الله ان شاء الله في اقرب وقت هنزل بيه فيديو بجد هيوفر معاكي كتير 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 قوي. يعني خلطة الصابون ده يعني كيس الصابون بتشتريه بمبلغ بيعمل معاكي كمية كتيرة خالص وبيوفر معاكي جدا جدا عن ما انت كل شوية تشتري مثلا ب10 او 15 جنيه صابون. لا ده هيوفر معاكي وهيبقى معاكي في البيت على طول. لو عاوزين خلطة الصابون ديت يا بنات اكتبوا لي كومنت وقولوا لي ان انتوا عاوزين الفيديو بتاع الصابون، وان شاء الله في اقرب وقت هنزله لكم باذن الله. هنا بقى بنتي كانت طالبه مني بانيه زي ما احنا شايفين. طبعا البانيه غالي قوي زي ما احنا عارفين. طبعا انا ما جبتلهاش مثلا كيلو ولا 2 كيلو ولا كيلو ونص، جبت اقل حاجه نص كيلو. والحمد لله نعمه من فضل ربنا، يعني نعمه والحمد لله كميته حلوه. عملت كده غسلت البانيه ونقعته بملح وليمون. وبعد كده بجيب بصلايه ببشرها بعد ما بسيبه شويه بشطفه من الملح والليمون. وبعد كده بجيب بصلايه صغيره ببشرها وطماطمايه صغيره وببشرها وبنزل بملح وفلفل اسود وقرفه وبهارات الفراخ بس، واسيبه كده بقى في التلاجة يشرب من التتبيله اللي احنا حاطينها. بعد كده طلبت برضو مني مكرونه بالبشاميل جنب البانيه، فجبت كيس ونص مكرونه. مكرونه نوع الحوا ده حلو اوي. لو الملكه مثلا غالي بجيب حوا. وبدأت ان انا اسلق المكرونة على النار زي ما احنا شايفين كده. وبعمل اللحمة المعصجة معايا. بجيب البصلاية كده وسط او بصلاية كبيرة
وببدأ اقطعها حتت صغيرة، وبعد كده بسيبها تصفر كده. اول ما تبدأ ان هي تصفر تاخد لون بنزل بيها على اللحمة والمكرونة هنا بسيبها ان هي ايه تاخد غلوتين كده بس، يعني 3/4 تسوية. وزي ما احنا شفنا كده هو قسمتها معاكم ان هي مش مستوية قوي. هنا البصلايه معايا اصفرت، نزلت على طول باللحمه. دي انا جايبه لحمه من الكنيسه يعني من الدير، فعملت منها لحمه مفرومه. طعمها حلو قوي. بس عملت اللحمه كده زي ما احنا شايفين بعد ما البصله اصفرت، ونزلت بواحده مرقه وفلفل اسود وبهارات لحمه وقرفه. بحب القرفه ادخلها في كل حاجه. لو هتقولوا لي انت بتدخلي القرفه في كل حاجه، انا بحب القرفه وبدخلها في كل شيء. تمام. وبسيب اللحمه تتعصج، وبعد كده بحط لها معلقتين من الصلصه. عندك صلصه جاهزه بتحطي، عندك صلصه ضربه طماطميتين في خلاط حطيهم. وكمان حطيت قبل الصلصه معلقه نص معلقه صغيره روزميري، بيفرق قوي في اللحمه المعصجه، تحفه. بس كده بخليه اللحمه بقى كده على جنب ورا على العين صغيره موطيه تستوي معايا. وبعد كده هنا بعمل البشاميل. حطيت حوالي 5 معالق من السمنه و5 معالق من الدقيق، وابدا اقلب فيها. واول ما ريحه الدقيق تطلع معايا، اشم ريحه الدقيق، بنزل على طول بكيس من اللبن. وببدأ لو انتي مثلا غالية مية بتحطي مية، يا اما لو عندك مية بتاعت مخلية شوية مية من بتاعت سلق المكرونة بتحطيهم لحد لما البشاميل معاكي يبقى قوامه حلو وجميل. انا كان عندي مية مغلية حطيتها علشان ما خليتش مية من سلق المكرونة. بعد كده بتخلي البشاميل بقى لا هو تقيل ولا هو خفيف. وبعد كده بحطي قطعة من الجبنة او قطعتين من الجبنة المثلثات او كيري او اي نوع جبنة انت تحبيها، او جبنة موتزاريلا مثلا بتحطيها معاها وتقلبيها. وبحط فلفل وبحط الملح ومرقة وبحيق البشاميل بتاعي. بس كده خلصتي. يعني الغدا كان في منتهى السهولة وبسرعة على طول. بعد كده جبت المكرونه بتاعتي بعد ما صفت كويس، ونزلت عليها غرقتها بالبشاميل كده. شربتها كويس بالبشاميل. وبعد كده هبدا ان انا احطها في الصينيه. جبت الصينيه بتاعتي، يا اما تدهنيها بالبشاميل، يا اما تدهنيها زي ما انا عملت كده بشويه بقسماط، يا اما بتحط لها تدهنيها بمعلقه سمنه. بس كده. انا حطيت لها شويه بقسماط، وحطيت اول نص المكرونه تحت، وبعد كده بعد كده اللحمه المعصجه، وبعد كده بقيت المكرونه بتاعتي، وبعد كده بنزل بالبشاميل بتاعي. يا رب كل البنات اللي هي لسه مبتدئه او عاوزه تعمل، يا رب الفيديو يبقى واضح ليكي. ولو في اي حاجه اكتبولي في التعليقات، وباذن الله هرد عليكم. وبعد كده معايا بقى جبنه موتزاريلا، كنت مطلعاها سبتها تفك شويه من الفريزر زي ما عشان ما انتوا شايفين كده ان هي متجمده. حطيت الجبنه وكنت مسخنه المكرونه كنت مسخنه الفرن على 180. وبعد كده حطيت بقى المكرونه. اول ما المكرونه تاخد وش من الجناب ببدا ان انا اشغلها الشويه. بعد كده جبت بقى هتبل البانيه. جبت بيضايه وشويه لبن مع البيض، وهضربهم بشويه ملح وسنه فلفل اسود. وجايبه البقسماط بتاعي، وفي الجنب التاني شويه دقيق. حاولي ما تكتريش كميه الدقيق ولا البقسماط علشان تاخدي الكميه اللي انت عاوزاها. بس لو عوزتي بعد كده والكميه ما كفتش بتحطي على قد دي، علشان خاطر زي ما احنا عارفين العيشه غاليه، عشان خاطر ما فيش حاجه نهدرها وتترمي مننا. تمام. لازم كل حاجه نخاف عليها كده علشان العيشه يعني مش مستحمله ان احنا نرمي حاجه. جبت البانيه بتاعي وشلته من التتبيله، ونزلت اول حاجه بالدقيق، وبعد كده هنزل بالبيض واللبن، وبعد كده هنزل هغلفه بالبقسماط.
على فكرة بيطلع طعم حلو خالص، والغلاف مش بيقع منه ولا اي حاجة. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك لايك 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 عشان خاطر ربنا. بس كده انا مولعه على الزيت هيسخن، واول ما يسخن الزيت هنزل بالبانيه بتاعي. هتكتب اكتب. بس كده، وهبدأ بقى ايه ان انا هغلف البانيه بتاعي. ايه يا عم الحاج، خلاص معلش بقى بتاع الزيت. بس كده بقى بدأت حطيت البانيه بتاعي. اول ما الزيت سخن وهياخد لون، وهبدأ اقلب عليه علشان اول ما ياخد لون من تحت هقلبه الناحية التانية علشان الغلاف ما يقعش مني. بس كده وخلاص بقى كده هبدأ بقى ان انا اغرف بقى الاكل بتاعنا. وجبت كده مناديل علشان ابدأ اطلع عليها البانيه بتاعي. شايفين لونه ذهبي جميل خالص. ابدأ بقى احط الحطة التانية وهبدأ اقلي تاني. وبعد كده البانيه خلاص معايا جاهز، وهبدأ اغرف بقى المكرونة. شايفين البانيه، شايفين الغلاف، بقول لكم الغلاف ما اتقشرش ولا اي حاجة ولا اتشال. وادي المكرونة اهي تحفة وطرية، كان طعمها بجد روعة روعة روعة. وادي بقى حطيت البانيه بقى. مش عارفة الصورة ليه عملت كده، الصورة واضحة يعني الصورة مش واضحة ولا ايه بجد، يعني ظلمة لون المكرونة ظلمة لون البانيه بجد. مش عارفة الصورة ليه عملت كده. بس بجد المكرونة طالعة طرية طعمها روعة، البانيه طالع طعمه حلو خالص بالتتبيلة اللي احنا عملناها، والغلاف ما وقعش منه ولا اي حاجة بجد روعة. والزيتون معايا من اللي كنت مخللاه من السنة اللي فاتت، بجد حاجة تحفة واكلة سهلة وبسيطة. وعملت اللي كان بنتي عاوزاه ونفسها فيه، وبحاجة سهلة بسيطة وابسط ما يمكن، وبنعمل اللي اولادنا عاوزينه. وادي الزيتون اهو من السنة اللي فاتت وقاعد بصوا جميل زي ما هو. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش دعوة حلوة منكم ولايك. يلا اقول لكم في رعاية الله، باي.